في كلمة بتطمن وكلمة بتوجع، كلمة ممكن تبني بيت وكلمة تهد 10 سنين، في كلمة ممكن تجبر خاطر إنسان وكلمة تكسر قلبه للأبد. والجميل إن اللي يختار يقول الكلمة الطيبة عمره ما بيخسر. أنا أماني السعدني، وده بودكاست عادة وعبادة، مكان هادي بنحكي فيه عن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي ممكن تبان عادة لكن لو طلعت من قلب صافي هتبقى عبادة. النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن الكلمة اللي ممكن تبقى سبب في فرحة قلب أو وجع سنين. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة اللي بنقولها مش بتضيع، بتفضل عايشة جوه اللي سمعها وجواك انت كمان. كلنا بنمر بأيام يعني مش أحسن حاجة، ساعات بنكون جايبين آخرنا، وفي وسط الزحمة دي كلمة واحدة ممكن تهون علينا تعب اليوم كله. تخيلي كده تبقي لسه راجعة من الشغل، واقفة بتعملي أكل لولادك، وتلاقيهم جايين يقولولك تسلم إيديك يا مامي، عنك انت يا حبيبتي، أساعدك. الحاجات دي تبان بسيطة قوي، بس ممكن تغير مزاجك لأسبوع قدام. وفي المقابل للأسف ممكن حد يقول كلمة قاسية ممكن تفضل تجرحك سنين. المدير اللي بيقول للموظف مجتهد انت مش شايف شغلك، والأم اللي بتقول لابنها انت فاشل، ولا الناس اللي ما بتعرفش تقعد ساكتة وتقعد تنظر على اللي اتخنت وعلى اللي خست. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الكلمة الطيبة صدقة. شفتي الجمال؟ يعني ممكن تتصدقي كل يوم من غير ما تطلعي جنيه واحد، بس تقولي جزاك الله كل خير، ربنا يوفقك، معلش كلنا بنتلخبط، كل دي حسنات بتتكتب لك في صحيفتك، حتى ولو اللي قدامك ما ردش أساسا. ولما راجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني، قال له إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا تغضب. يعني الكلمة وقت الغضب ممكن تكون أخطر من أي فعل. والحكمة زمان قالوا اللسان سلاح ذو حدين، إما إنك ترفع بيه نفسك أو تهدم بيه غيرك. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كمان بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني مفيش حل تالت، مفيش نص نص. جربي كده النهاردة تغيري مفرداتك شوية، بدل ما تقولي أنا زهقت قولي خلينا نبتدي من جديد. بدل ما تقولي سيبني في حالي قولي محتاجة وقت أرتب في أفكاري. بدل ما تقولي أنت ما بتعمليش حاجة عدلة أبدا قولي جربي بطريقة تانية يمكن تنفع. الكلمة مش مجرد صوت، الكلمة دي طاقة، وكل طاقة بتبعتيها بترجع لك تاني. خلي نيتك دايما إن كل كلمة منك تبقى سبب خير. قولي ربنا يسعدك، ما تقلقيش هتعدي إن شاء الله، مش علشان شكلك يبقى شيك ولا عشان كلام لطيف، لا، عشان رب الخير بيحب يسمع منك الخير. واللي بيقول كلمة طيبة عمره ما بيخسر، حتى ولو اللي حواليه مش مهتم. ربنا عارف النية وبيجازي عليها. فمن النهاردة قبل ما تتكلمي خدي نفس واسألي نفسك الكلمة اللي هتطلع دي هتبني ولا هتهد؟ هتقرب ولا هتبعد؟ ولو فيها خير قوليها، ولو فيها أذى بلاش منها، لأن الكلمة مش بتموت، دي بتسافر وتعيش في قلوب ناس، ويمكن يكون سبب إن ربنا يبدل حالك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. استنوني الحلقة الجاية من عادة وعبادة، هنتكلم عن حاجة كلنا بنغفل عنها بس هي المفتاح لكل أبواب الخير والبركة.